تسريب فيديو لحبيبة رضا. طبعا احنا شفنا الفترة اللي فاتت كمية تسريبات فيديوهات بطريقة لا تعد ولا تحصى، بس كل اللي كانوا في قلب الفيديوهات طلعوا اتكلموا وقالوا ان اللي كان معانا ده جوزي، يا كان جوزي يا اما كنا في حاجة وانفصلنا. بس انما الفيديو ده بالذات ما فيش رد فعل خالص ان هو كجوز ولا مش جوزي، لان ما فيش اصلا فيديو يعني حبيبة رضا ذات نفسها انا معرفهاش، واول مرة اعرفها لما عرفت ان في فيديو زي ده متشير والناس بتتكلم عليه. دخلت عرفت القصة ايه، لقيتها هي بتتكلم ذات نفسها بتعيط وبتقول يعني عشان خاطر شوية لايكات عمالين تبيعوا تشتروا في انسانة، عشان خاطر شوية لايكات وشوية ريتش تبيعوا تشتروا فيا. فحاجة تزعل برضه. انت كإنسان مثلا عملت حاجة بالذكاء الاصطناعي او نشرتها او فعلا حقيقي الفيديو حقيقي، هنقول ان هو حقيقي، ليه تنشره؟ ليه ما تسترش على بني ادم؟ في ايديك تستر على انسان، استر عليه وما تفضحوش. في ايديك تستر واحدة، استرها ما تفضحهاش. ليه هتفضحها؟ انت هتستفاد ايه لما انت تفضحها؟ وبعدين هي طلعت وبررت، يعني قالت مش انا اللي في الفيديو، ذكاء اصطناعي. عادي، الذكاء الاصطناعي بيعمل اي حاجه. انت ممكن تاخد صورتك وتحطها على اي حاجه انت ممكن تتخيلها وهتطلع معاك الفيديو والكواليتي والجوده وكل حاجه زي ما هي، والموضوع بيتطور. وكمان شويه مش هنعرف نفرق ما بين الحقيقه وما بين الذكاء الاصطناعي، مش هنعرف نفرقها. الموضوع بقى داخل في منطقه خطر. فاحنا عشان خاطر نلم شويه الدور، رجاء يعني من اخواتي، اي حد هيقع قدامه حاجه يستر، ما يفضحش. ده ليك انت. من ستر مؤمنا ستر الله يوم القيامة. يعني انت ليه مش عايز ربنا يسترك يوم القيامة؟ حاجات ايه، حسنات جايه لك ايه. اعمل نفسك ما شفتش، غمض عينك، ايوه اعمل نفسك ما شفتش، وما تشيرش حاجة لحد. يعني ما تمسكش فيديو تجيبه خدوا يا جماعة انا نزلت لكم اهو فيديو فلانة الفلانية قبل ما يتحذف ولا قبل ما يتحذر، يلا اتفرجوا عليه بسرعة. كل واحد اتفرج عليه انت خدت قصاده ذنوب. رجاء بالله عليكم، يعني حكموا عقلكم في الحاجات اللي زي دي. بلاش فتحة الصدر، يلا مش عارف ايه، ما هي اللي عايزة كده، ما هي اللي عاملة كده. مش بتاعتك، مش بتاعتنا كلنا، احنا ملناش دعوة. في رب بيحاسب العباد. عليك النصيحة، انصح وقول كده غلط، لكن مش تشير وتذيع وتفضح. يعني مثلا هنفترض لو في حد مثلا، في شخص في جامعة وعرف واحدة واتكلموا مع بعض شوية مثلا، هنفترض ان الكلام ده ان هو اصلا غلط، ماشي من البداية كده هو غلط مش معترف بيها، واتكلموا مع بعض ومشوا مع بعض وبقى في ما بينهم صور ونتصور ونخرج ونعمل، هوبا الجامعة خلصت، هوبا راحت اتخطبت، هوبا اتجوزت، بدأ ينزل لها صور ويذل فيها ويكسر عينيها ليه يعني كل ده؟ هي امنتك في فترة من الزمن، وبعد كده ما حصلش نصيب ان انتوا تكملوا او انت تتجوزها او انت مش جاهز. مش هستناك طول العمر يعني. عادي بتحصل في اي حاجة ومع اي حد. فخلاص قوم جاي ديليت لكل حاجة وامسح كل حاجة، ما تعبرش ولا اكنك عرفتها. كده تبقى انت واد جدع. انما الواد الندل هو اللي هيقعد يوري الصور لغيره وهيقعد يوزعها للناس. طب ما هي كانت معاك. يمكن بالفيديو ده يعني حد يستفاد مننا حاجة. لو اول مرة تشوفوني اعملوا اشتراك ولايك، فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وقولوا رأيكم في اللي حصل ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.